ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي التي تمثل لنا منطقة وسط اللسان وما يخرج منها. فنرى على اللوحة قول الجزري رحمه الله: والوسط أي من وسط اللسان فجيم الشين يا. والوسط، إذا كلمة أسفل هذه تابعة للبيت الذي قبله، ثم الكاف أسفل فاصلة، انتهى الكلام على الكاف، بدأ الكلام على وسط اللسان. قال رحمه الله: والوسط فجيم الشين يا. إذن يخرج من وسط اللسان 3 أحرف هي الجيم والشين والياء. أما الجيم فنرى مخرجها أمامنا من وسط اللسان كما نرى، ومن وسط الحنك الأعلى هكذا كما نرى في الصورة. ولاحظوا بارك الله فيكم بأن المخرج مقفول تماما. أج أج الحج الحج، المخرج مقفول تماما. ولو كان متحركا جا جو جي جعل، وهكذا كل جيم مهما كان وضعها فلا بد أن يكون مخرجها مقفولا، ثم بعد ذلك يبتعد هذان الجزءان. أج، لذلك ما نسمعه يعني في العاميات يقولون أج جا جو جي، وسيأتي معنا ذلك في صفات الحروف. هذا من الخطأ في العاميات وليس في الكلام الفصيح. هذا هو المكان الصحيح لحرف الجيم كما نراه على اللوحة. الحرف الذي يلي كما قال رحمه الله، نلتقي إلى اللوحة التالية وهو مخرج الشين. والوسط فجيم الشين يا. انظروا إلى مخرج الشين ولاحظوا بأنه مفتوح، ليس كمخرج الجيم الذي تقدم منذ قليل. الشين مخرجها مفتوح. ما معنى مفتوح؟ يعني لا ينقفل مكان خروجها. فمكان خروجها يتضيق ولكن لا ينقفل ولا يحدث فيه انحباس تام للصوت. نرى على اللوحة أن الشين تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى كما نرى، ولكن يبقى المخرج مفتوحا. تشكرون، شاكرا، شكورا، كل شين مهما كان وضعها فهذا مكان خروجها. وأعود فأقول: لا ينقفل المخرج عند نطقها، لأن لها قابلية التطويل والرخاوة والهمس كما سيأتي معنا في صفات الحروف. ننتقل إلى اللوحة التالية والتي تمثل لنا الحرف الثالث من وسط اللسان. الحرف الثالث من وسط اللسان هو مخرج الياء غير المادية على كلام الخليل بن أحمد، وتبعه إمامنا الجزري رحمه الله بأن الياء المادية من الجوف والياء غير المادية من هذا المكان، بينما سيبويه يرى أن هذا المكان الذي ترونه أمامكم هو مخرج كل ياء مهما كان وضعها. أي لاحظوا بارك الله فيكم بأن وسط اللسان في الياء يرتفع ويتضيق مخرجها في مكان الذي نرى فيه النقطة البيضاء. أي يا يو يي لا يستحيي يا أيها. كل ياء سواء كانت متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر أو ياء فهذا مكان خروجها ولا بد من ارتفاع وسط اللسان. إذن نرى على اللوحة أن الياء غير المادية تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وتقدم سبب التفريق بينها وبين الياء غير المادية، ذلك تقدم عندما تكلمنا على قول الجزري رحمه الله: للجوف ألف وأختها. طيب، قبل أن ننتقل إلى قبل أن ننتقل إلى الضاد وعندنا فاصل، قبل الفاصل ننتقل إلى هذه اللوحة الأخيرة لو سمح الأخ فيصل. معنا لوحة تبين لنا مقارنة بين مخارج الجيم والشين والياء. لما نرى الثلاثة إلى جانب بعضها يتبين لنا الفرق بين توضع اللسان في كل حرف من هذه الحروف الثلاثة. نرى على الجيم كيف أن مخرجها مقفول تماما. نرى بأن الشين للوراء قليلا وأن مخرجها
ليس بمقفول. نرى بأن الياء من وسط اللسان، واللسان يعلو من وسطه ويتضيق مخرجها، لكنه لا ينغلق في الشين ولا ينغلق في الياء، بل ينغلق في الجيم وحدها. هذه المقارنة تبين لنا الفرق بين الثلاثة مع أنها كلها من وسط اللسان. وبعد الفاصل نتكلم على حرف الضاد، فانتبهوا لنا وانتظرونا، بارك الله فيكم.